السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اعرفكم بنفسي، انا اسمي عمر عصام، طالب في كلية هندسة جامعة القاهرة قسم ميكانيكا. النهارده بإذن الله هقول لكم ازاي بدأت في شهر 3 ودخلت كلية الهندسة وجبت 91% في أول سنة في النظام الجديد اللي هو نظام التابلت. أنا يعني قصتي في ثانوية عامة مرت على 4 مراحل. أول حاجة كانت ضياع، يعني كنت ضايع، ما كنتش بذاكر كتير، كانت بتعدي عليا أسابيع ما كنتش بذاكر حاجة، كنت اللي بذاكره بنساه، ما كانش بيفيدني في حاجة. تمام. بعد كده بعد ما ضعت خالص بدأت ان انا افوق شوية، فلما فوقت شوية لقيت في فرق كبير قوي بيني وبين زمايلي، فده دخلني بقى ايه في المرحلة التانية وهي اكتئاب. اكتئبت جامد يعني، حتى وصلت ان انا كنت بهرب من المذاكرة بالنوم، اللي هي اسهل طريقة للهروب، يعني اسمها ايه، نظرية الهروب بتاعت طلاب ثانوية، اللي هي ايه، انا الدنيا خربانة خالص والدنيا ضايعة اروح نام. فسبحان الله يعني، كنت بهرب كتير جدا. بعد كده الحمد لله جيت على شهر 3 بدأت افوق شوية، بدأت أروح درس رياضة. كنت شغال معظم الدروس كانت على اليوتيوب، يعني كانت حاجات مجانية يعني على اليوتيوب يعني. تمام. وخدت درس رياضة، كنت ضايع في رياضة، يعني حرفيا أنا كنت ضايع السنين في رياضة. كنت مخلص يعني المنهج إيه، نص المنهج في كل الفروع، جبر وتفاضل وتكامل وميكانيكا واستاتيكا، حتى النص اللي مذاكره ضايع فيه كمان. فرحت الحمد لله درس مع أستاذ عبد الله ربنا يبارك له، فالحمد لله يعني بدأت ايه واحدة واحدة. فكنت انا حتى في الدرس كان في مواقف جميلة يعني، كنت بلاقي ايه بمشي مع زمايلي وكده، اللي يقول لي بقى ايه ده انا مخلص مش عارف كتاب ايه، ومخلص درس ايه، والكتاب الفلاني مخلصه، وامتحانات شاملة مخلص عليها، وانا تنين في المادة دي، وانا ابص له كده اقول له اه تمام كويس، وانا طبعا من جوايا ايه مقهور يعني. سبحان الله يعني، كان بالنسبة لي ايه، انت عمال تذاكر وتحل وكده، وانا بالنسبة لك مش حاجة. انا بالنسبه لك انت تنين مجنح بالنسبه لي، وانا نمله بالنسبه لك. فسبحان الله يعني، وصلت بفضل الله عز وجل ان انا اتبعت بفضل النظام صح، اللي انا كنت بذاكر. تمام. قبل ما احل جت عليا فترات اللي هي فترات حل الامتحان، انا ما كنتش مذاكر حاجه، فكنت بضطر برضو ان انا اشتغل على نفسي في حته ان انا بذاكر الاول بعد كده احل. كانوا بيفضلوا يقنعوني، لا حتى المدرسين يفضلوا يقنعوني لا حاول ان انت ايه تحل وكده، بس انا ما كنتش مذاكر، كنت عايز اذاكر واهضم الماده كويس، بعد كده ابدا ايه احل. وعلى فكره هو ده الصح، لما انت دلوقتي تذاكر اللي عليك وتشوف اللي عليك ايه انت ناقص في ايه. تمام. وتشوف انت ناقص في ايه وتذاكره كويس جدا وتحل عليه، وبعد كده تدخل الامتحان، احسن ما تفضل تحل وانت ايه سايح كده. جيت الحمد لله، كان زمايلي اللي معايا في الدرس الحمد لله يعني، جيت في اخر السنه وطلعت الاول عليهم كلهم، الاول على المدرسه الحمد لله. مع اني كنت انا يعني، حتى انا نفسي ما صدقتش. سبحان الله يعني، مع اني كنت انا الشخص اللي ايه الساكت، اللي قاعد كده ايه، يعني منطوي على نفسه عشان مش عايز يفضح نفسه ان هو مقصر، وعارف اللي جواه البلاوي اللي جواه، وعارف كل حاجه، هو عارف اللي في نفسه مش عايز يوضحه. فسبحان الله يعني، وصلت لمرحله اللي هم الناس اللي كانوا بيقولوا لي احنا عمالين نحل ونجتهد وبيجاوبوا في الحصه وكده، الناس دي انا بقى اعلى منهم واجيب الحمد لله 91%. ده على فكره رقم يعني ايام اول سنه في النظام الجديد، اياميها يعني 2021، فكان رقم كبير يعني. فالحمد لله يعني ساعتها كانت فرحة السنين بقى. انت دلوقتي بقى ايه، عايز تعرف تعمل ايه صح؟ هقول لك صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اول حاجة نصيحتي ليك يا اخويا، اول حاجة رقم واحد، ثبت مصادرك. تمام. دي رقم واحد. يعني ايه ثبت مصادرك؟ ما تفضلش تشتت نفسك وتروح الدرس ده وتروح الدرس الفلاني وتسمع اليوتيوب ده وتسمع المدرس ده وتقول هشوف ايه. التشتت دي كانت مشكلة ارهقتني وضيعت من وقت كتير. فالمشكلة اللي واجهتني دي انا مش عايزك تقع فيها. اول حاجة ثبت مصادر المذاكرة اللي عندك، يعني مثلا في الكيمياء ثبت استاذ، في الرياضه ثبت استاذ. تمام. يعني انا في الكيمياء كنت باخد مع استاذ خالد صقر، يعني اللهم بارك عليه يعني، حتى انا كنت في الكيمياء العضويه كان بالنسبه لي دي يعني ما ينفعش اتلفظ بلفظ مش كويس. فالكيمياء العضويه دي كانت اصعب ماده بالنسبه لي، او الكيمياء عموما كانت صعبه جدا جدا يعني بطريقه بشعه. فحتى انا لميتها في اخر شهرين. الكيمياء العضويه كنت ببدا فيها وبعد كده اسيبها، ابدا اول درسين بالظبط وبعد كده اسيبها، بعد كده انساهم فابدا تاني وبعد كده اسيبها. فمسكت اول درسين اللي انا كنت مذاكرهم سبتهم وبدات من الدرس الثالث واشتغلت بقى ودوست على نفسي. تمام تمام. يبقى اول حاجه ايه، عشان بس ايه ما تضيعش مني وما تتوهش مني، ثبت مصادرك، هتفرق معاك جدا والله العظيم، مش هتضيع عليك وقت. تمام. تاني حاجه نظم نفسك. دلوقتي انت شوف المواد اللي ضايع فيها ايه، هتقولي كله تمام يا عم مفيش اي مشكله. شوف المواد اللي انت ضايع فيها. تمام. خدها ماده في اليوم، اصحى، صلي الفجر، ادعي ربنا سبحانه وتعالى من قلبك،
الدعاء ده مهم جدا يا جماعه، والله العظيم سحر، سحر اقسم بالله. ادعي ربنا سبحانه من قلبك، وخلي والدتك برضه تدعي لك، وابدا بقى مذاكره طحن. ما تقوليش بقى ايه هاخد بريك، لا مفيش حاجه اسمها بريك غير لما تحس ان انت خلاص يعني ايه استهلكت في الماده. عايزك تبدا مذاكره طحن، تلم لك كده يجي مثلا ايه يعني 8 دروس في يوم كامل. تمام، حاول انت ما تنامش، مفيش نوم. هم يا اخويا 3 شهور، هم 3 شهور مفيش غيرهم. فما فيش بقى تفكير بقى ايه هروب، خلاص 3 شهور وبعد كده هتحدد لك مستقبلك باذن الله عز وجل، يعني طول عمرك على 3 شهور. فيعني مش محتاج منك انك تدوس على نفسك شويه، شويه بس، اقرص على نفسك شويه، وابدا كده من الصبح. تمام، صلي الفجر زي ما قلت لك، ادعي ربنا سبحانه وتعالى. تعالى بقى، طبعا لازم تحافظ على صلاتك. تعالى بقى وابدا امسك مثلا كيمياء، مش هسيب الكيمياء، يلا يا الكيمياء النهارده هتعمل ايه بقى؟ هتمسك الدرس تقراه من اوله لاخره، كتاب خارجي بقى ملزمه ايا كان، بس افضل يعني الكتب الخارجيه. تمسك الكتاب الخارجي تقراه تفهمه جدا، بعد كده تحل عليه، تستوعبه وتهضمه، اللي بعده تحل عليه، اللي بعده تحل عليه. في فيديوهات على اليوتيوب كتير وانصح بيها، وانا يعني من الناس اللي بتنصح ان انت تستخدم اليوتيوب في المذاكره، حاجه كويسه جدا. فيديوهات في اليوتيوب بيجيب لك اسئله وبيحلها، فانت حل معاه، هات الفيديو كده وشغله وحل معاه، حاجه جميله جدا في منتهى الروعه. يعني انت ممكن في اليوم باذن الله يعني تاخد لك 5 دروس، ليه لا؟ يعني 5 دروس تخيل في يوم، بعد كده تدخل اليوم اللي بعديه على ماده تانية، بعد كده اليوم اللي بعديه على ماده تانية، وتفضل تبادل كده. بعد كده حاول يوم الجمعه ايه تاخد لك ايه كده ايه توزيع بين المواد، يعني تنوع كده في المواد وتشوف انت عملت ايه. باذن الله الموضوع سهل جدا ويسير يا اخويا. ثالث نقطه، استعن بالله. لازم تستعن بالله وتدعي ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا. انا ممكن من قصتي اللي اتعلمت منها ان انا ما كنتش بذاكر، يعني مش شخص مثلا اللي هو دحيح زي زمايلي، بس بفضل الدعاء يعني الحمد لله بقيت افضل منهم. يعني الحمد لله، انت مش هيعينك حد غير ربنا، لا حول ولا قوة لك إلا بالله. يعني مش هيقويك غير ربنا سبحانه وتعالى، مش هيحول بينك وبين أي شيء غلط غير ربنا سبحانه وتعالى. فلازم ادعي ربنا كتير قوي، اللهم ارزقني أي كلية بقى. أنا كنت بقول اللهم ارزقني كلية هندسة، ما كنتش بسيبها في أي صلاة الحمد لله. اللهم ارزقني كلية هندسة، أفضل أدعي أدعي أدعي، ويا رب اللهم لا تحرمني منها. يا كنت بفضل أدعي ده وأحب الدعاء ده قوي. فيعني إيه، بدعي ربنا سبحانه وتعالى بإيه، بأمل. حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، حديث قدسي، الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي. فربنا سبحانه وتعالى عند ظنك بيه، فأنت بقى ظن بقى، هتظن بربنا سبحانه وتعالى إيه؟ هتظن بيه إن هو دخلك الكلية، يدخلك الكلية يقين، واشتغل على نفسك وخد بالأسباب، وربنا بإذن الله عز وجل يوفقكم ويعينكم ويرزقكم ما تتمنوه بإذن الله عز وجل. آخر حاجة أختم بيها، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن مع العسر يسرا. الفترة اللي أنت فيها دي فترة وهتعدي، ودي مش أول فترة ولا آخر فترة صعبة في حياتك. الحياة مليانة حاجات صعبة يعني، فدي مش أول فترة ولا آخر فترة، فهتلاقي حاجات صعبة كتير في حياتك. عايزة كده تثبت كده وتستعين بالله عز وجل، وافتكر على طول إن مع العسر يسر. أيوة في شوية عسر بس هيجي بعدها اليسر. أيوة في شوية انغلاق بس هيجي انفتاح. أيوة الليل بيطول بس هيزول. لازم تعرف كده وتوقن بكده. ما تنسوش تدعوا لإخواننا في فلسطين، ربنا ينصرهم بإذن الله عز وجل. أخوكم بحبكم في الله، أتمنى ربنا سبحانه وتعالى يرزقكم ويوفقكم ويكرمكم. حاولت أن أديكم نصايح عامة كده من اللي استفدتوا في السنة الجميلة دي إن شاء الله، وربنا يرزقكم يا رب. وطمنونا بقى في التعليقات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك بقى وتشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.